السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جايه لكم بفيديو جديد، وبالتالي جايه لكم باكله جديده. هنعمل مع بعض اكله شعبيه شهيره جدا وارتبطت ارتباط وثيق بالشتاء، وهي شوربه العدس. وهنعمل طبعا التحابيش اللي جنبها، اللي كانت امهاتنا بتعملها لنا وتعودنا عليها. طبعا زي ما انتم شايفين معايا هنا كوبايتين من العدس الاصفر، ومعايا هنا ده طبعا كان الجزر كان غالي جدا ب10 جنيه. فانا ما كانش عندي جزر، بس كان عندي الجزر ده مفرط فخرجت من الفريزر. وطبعا معايا هنا شويه كده من فصوص الثوم المتقشرين، ومعايا برضو طماطمتين، ورفعتهم على النار يدوب استووا زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده انت ممكن بقى تسيبوهم لما يبردوا وتحطوهم في الخلاط، بس احنا هنسهل على نفسنا وهنجيب الهاند بلندر او الميني هاند بلندر بتاعنا، وهنبدأ وهو سخن كده نضربه بالهاند بلندر كده لغاية ما يكون يعني القوام اللي احنا عاوزينه. وبعد كده نبدأ نعمل له التقلية بتاعته. كان في برنامج اللي هو بيقدمه الشيف شربيني، واحدة اتصلت بيه وقالت له يا شيف شربيني، انا الجو برد النهارده جدا وانا محتاجة ان انا اعمل شوربة عدس ومش بتطلع معايا مظبوط وكده. فقلت يا سلام، في حد لسه مش بيعرف يعمل العدس؟ فقررت ان انا اعمل لكم عدس النهارده. طبعا بعد ما عملته بالهاند بلندر رفعته تاني على النار وبدأت أقشط الوش بتاعه كده. احنا عارفين ان البقوليات عامة كلها بتعمل رغاوي كده او بتعمل وش حتى لو كانت مغسولة كويس. فبدأت اقشطها كده من على الوش. وبعد كده بدأت احط التوابل بتاعتي، حطيت الملح وشوية كده من الفلفل الاسمر وشوية من الكمون وشوية برضو من البابريكا. ومعايا هنا طاسة على النار. طبعا انا قطعت بصلاية كده وهبدأ اقلي البصلاية. طبعا انا بعمل، في ناس بتعملها البصلاية وبتحطها من غير سوا، او يعني بتبقى نية البصلايه، بس بصراحه لا، هي كده بيبقى طعمها احسن. حطيت طبعا معلقه من الزيت ومكعب من الزبده، ونزلت بالبصلايه بتاعتي المتقطعه زي ما انتم شايفين كده. وبدات يدوب بس كده ريحتها هتطلع، هتاخد من ريحه الزبده وريحتها هتطلع كده، وابدا انزل بيها على العدس مباشر واسيبها تغلي غلوه واحده بس. وبعد كده اطفي النار عليه. وهنا بقى طبعا كان عندي البطاطس الصغيره دي. طبعا في ايام الشتاء البطاطس بتبقى لسه جديده وكده، فالبطاطس الصغيره دي جبتها طبعا وغسلتها كويس وسلقتها على النار وقشرتها. وبرده هحمرها معاكم. بصراحه البطاطس دي بتبقى جميله، دي من الطقوس اللي كانت بتاعتنا. امهاتنا كانت دايما تعمل العدس وجنبها البطاطس اللي هي المسلوقه دي. ومعايا هنا ده رغيف عيش من العيش البلدي العادي. هبدا بقى اقطعه، بقى تقطعي بايدك تقطعي بالمقص مفيش اي مشكله. تحمصيه الاول وبعد كده تفركيه بايدك مش هتفرق يعني. انا قطعته بالمقص زي ما انتم شايفين كده. وهبدا اديله تحميره بمعلقه كده من السمنه البلدي. انت ممكن تقطعيه كده برضو تحطيه في طاسه على النار، بس كده هيشرب سمنه كتير وهيبقى يعني دسم قوي. لكن الطريقه دي احسن. هتدهني الصينيه وهتدهني وشه بس كده فرشه كده من السمنه وتحطيه تحت الشوايه وهتقلبيه بالمعلقه تقليبه واحده بس. هيبقى جميل قوي، هيبقى يعني ما فيهوش نسبه سمنه كتير، وكمان مش هياخد وقت. يعني انا بالنسبه لي الطريقه دي اسهل. انت حابه تحمريه او تحمصيه في الطاسه على النار مفيش اي مشكله. والعيش بتاعنا اتحمص وبقى باللون الجميل ده، والعدس كمان بتاعنا استوى وخلص تماما. هنبدا بقى نقدم يعني الاكل بتاعنا، او هنقدم طبق العدس بتاعنا او شوربه العدس بتاعنا. هي فعلا الاكله دي يعني علميا يعني اثبتوا ان هي فعلا بتدفي، يعني في الايام الساقعه جدا شوربه العدس بتدفي فعلا. زي ما انتم شايفين طبعا انا حطيت العيش وحطيت عليه شويه كده من الرز وعملت البطاطس بتاعتي. بصراحه البطاطس دي وهم، يعني سيبك من كل حاجه، البطاطس دي اكله وهم. وكان ده طبعا الشكل النهائي للغدا بتاعنا. وبألف هنا وشفا للي كل واللي شاف. يا ريت بقى تدعمونا باللايك وتشتركوا عندنا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.